السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بتم صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل طاجية الصدان، هنعملها بطريقة حلوة وهشة، هتبقى زي الكيكة كده وقطنية وحلوة، بس التزمي بالطريقة والمقادير وان شاء الله تنجح معاكي. عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، عندي معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة فورية، معلقة ونص سكر حبيبات. بضيف كده المقادير الدافئة على بعضيها، وبضيف هنا ذرة من الملح الابيض. معلش هنا انا كنت بفضل ملح والله فتكب معايا في الطبق يعني. وبقلب كده المواد الدافئة. بعد ما اقلب كده المواد الدافئة مع بعضيها، بضيف هنا فنجان من الزيت، وبضيف كوباية من حليب الدافي عشان دلوقتي الجو الشتا يعني، فانا مدفيه الحليب على النار يعني دفيه كده. وده ربع نص كوباية فنجان زبدة، ده مش هحتاجه دلوقتي عشان هلم بيه العجينة. طبعا هنا هستخدم برضو مية دافية هعدن، انا هعدن بايدي يعني، واللي عنده عدانة هيعدن طبعا بالعدانة. انا هنا هلم العجين بايدي وهخدمه كويس خالص. هضيف هنا كوباية مية دافية، محتاجتش غيرها يعني تاني، الكوباية مش كاملة زي ما انتوا شايفين. وهبتدي الم العجينة. هنا صراحة كنت ناسية معلقة خل ابيض، انا ضفتها. انا بحب اضيف على المعجنات اي نوع معجنات بعمله بضيف معلقة الخل، بحس ان حلو خالص المعجنات صراحة. وبضيف هنا الزبدة وبلم بيها العجينة. الزبدة هنا دورها مش بتخلي العجينة بتلزق يعني حتى لو طرية، وبتلم العجينة معايا. انا قسمت هنا العجين مرتين، يعني قسمته على مرتين. هاخد نص واحط معلقة من الكاكاو الخام، وهعدن كده لغاية ما اوصل للون اللي انا عايزاه، يعني لون الشوكولاتة. بعدينه كويس خالص يعني. نص العجينة احتاج معايا معلقة ونص من الكاكاو، وبيجي زي ما انتوا شايفين اللون اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين كده انا لميت العجينة وبغطيها واسيبها تختمر، واول ما تختمر هرجع معاكم اوريها لكم. وهنا كانت العجينة اختمرت معايا زي ما انتوا شايفين، تضاعف حجمها. هبتدي طبعا انا نضفت الرخامة، غسلتها بالسلك وبريل ونضفتها خالص عشان هفرد عليها العجينة طبعا. بعد كده برش حبة دقيق زي ما انتوا شايفين، وهبتدي افرد العجينة. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية معايا خالص. بجيب النشابة كده بتتفرد معايا والله بسهولة خالص، لان العجينة مرتاحة كويس وخمرانة كويس. فطالما العجينة مرتاحة في الخمران وكده بتتفرد بسهولة زي ما انتوا شايفين كده. بس هنا كانت اتفردت معانا، مش عايزة السمك بتاعها يبقى رهيف ولا السمك بتاعها تقيل يعني. هوريكم السمك دلوقتي زي ما انتوا شايفين. هبتدي هنا ارش حبة دقيق على جنب كده، وباخد العجينة اللي انا فردتها عشان افرد التانية بكونها اللي هي بالكاكاو. شايفين الخمران؟ انا كنت هنا بوريكم الخمران بتاعها. هبتدي هنا افرد التانية بنفس الطريقة اللي انا فردت بيها الاولانية. هنا فردت التانية بنفس السمك ونفس الطريقة. هبتدي احط اللي هي بالكاكاو، هضيفها فوق البيضة.
انا كنت بوسع بس العجينه البيضة عشان تبقى نفس المقاس، بحاول ان انا يعني تبقى نفس المقاس بتاعها. زي ما انتم شايفين هسوي الاحرف كده على بعضيها. بس كده انا فردتها. وكان عندي هنا شوكولاتة عادي اللي هي اللي بالحليب، هبتدي هنا اكسرها. كان عندي هنا يعني حتة من طريقة تانية وكده، هبتدي اكسرها واحطها على العجينة، تبقى وسط العجينة يعني زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. زي ما انتوا شايفين هي شوكولاتة مطبخ عادية بس يعني بالحليب عشان تبقى حلوة. ممكن تستخدمي اي نوع شوكولاتة انت بتحبيه يعني بتفضليه، متربطيش نفسك بحاجة. انا هم الصراحة اللي كانت متاحة عندي الحتة دي، ما كانش عندي لو متاح شوكولاتة اكتر كنت حطيتها، بس هي كانت اخر حتة عندي دي. كسرتها زي ما انتوا شايفين وحطيتها وبلف عليها عجينة زي ما هتشوفوا دلوقتي. هبرم هنا العجينة رول يعني دوران، هلفها كده زي ما انتوا شايفين. وهذه كده باقي العجينة قطعتها كده شرايح. بس والله انا كنت فاكرة ان الفيديو بيسدل، بس طلع الفيديو وانا بقطع ما بيسدلش. كان الفيديو يعني انتهى وكده المقطع. فانا قطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين كده بالسباية سكينة عندك. وابتديت الف الشرايح دي الفها كده زي الشرطان زي ما انتوا شايفين. هلف كل الشرايح اللي انا قطعتها عشان تديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. بس كده. وبكمل لف في العجينة، بكمل لف كده عليها بعد ما لفيت الشرطان اللي عملت عشان تديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بعملها كده دوران، طبعا بعد ما افردها كويس. بحاول هنا بظبط الشكل بس يعني. هنا حطيتها في الصينية وحاولت ان انا الصقها يعني ببعضيها العجينة. وهنا بعد ما غطيتها وسبتها لمدة نص ساعة اختمرت زي ما انتوا شايفين، تضاعف حجمها خالص. كان عدى عليها نص ساعة. هدهن وشها بحليب من فوق، حليب مع فانيليا يعني، وبحطها في الفرن. بعد ما ترد تطلع من الفرن اوريها لكم. وهنا كان شكلها ساعة ما طلع من الفرن، شايفين شكلها احمر وطرية خالص. وهنا طلعتها من الصينية ابتديت اقطعها واوريها لكم، شايفين حجمها والله العظيم زيها زي الكيكة بالظبط. مش هتحسوا ان هي عجينة يعني او معدنات او معدنات فينو وكده يعني، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كيكة. شايفين الطريان بتاعها. وهنا ابتديت اقطعها معاكم، شايفين شكلها من جوا والشوكولاتة كده فيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو ما تنسوش لو وصلتوا لغاية هنا تصلوا على الرسول في الكومنتات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون ان شاء الله يعني عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.